لو شفتي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجورنالينج وازاي الكتابة اليومية بتخلينا نفهم نفسنا ونعيش براحة اكتر. النهاردة بقى هنكمل مع بعض الرحلة دي وهقولك على 10 فوائد حقيقية لكتابة اليوميات. مش كلام تحفيزي وخلاص، لكن فوائد مدعومة بتجارب ناس فعلا اتغيرت حياتهم من اول قلم ودفتر. اهلا بيكم في قناة بديفا، المكان اللي بنكتشف فيه نفسنا بخطوات صغيرة لكن بتفرق كتير. الفايدة الاولى، بتزيد من معدل الذكاء. لما تكتبي يوميا بتتدربي على التعبير وبتتدربي على التفكير النقدي والتحليل. مثلا لما تكتبي ليه موقف معين ضايقك، دماغك بتبدأ تفهم سبب الإحساس مش بس الإحساس نفسه، وده تمرين ذهني فعلي بيخليكي أذكى وأعمق في نظرتك للأمور. تاني فايدة، للجورنالينج بيخليكي متيقظة للحظة الحالية. الكتابة بتخليكي تاخدي بالك من التفاصيل الصغيرة اللي عادة بتعدي من غير ما نحسها، زي مثلا لما تكتبي عن فنجان القهوة اللي شربتيه النهاردة، او عن محادثة خفيفة ضحكتك. اللحظات دي بتخلي الحياة اهدى واغنى. تالت فايدة، وهي بتحافظ على تحقيق الاهداف. لما تكتبي اهدافك بتتحولي من عايزة اعمل لأنا فعلا بعمل. مثلا اكتبي انك هتمشي 10 دقايق كل يوم، وبعد اسبوع شوفي احساس الانجاز لما تلاقي نفسك التزمتي. الورق بيحاسبك بلطف. رابع فايدة، وهي بتزود من معدل الذكاء العاطفي. كل مرة بتكتبي عن مشاعرك انت بتتعلمي تفهميها مش بس تواجهيها. زي لما تغضبي وتكتبي انا زعلانة عشان كنت محتاجة تسمع. دي لحظة وعي مش سهلة، لكنها بداية نضج عاطفي حقيقي. الفايدة الخامسة، وهي بتقوي الذاكرة. اللي بنكتبه بنفتكره اكتر. حتى لو بتكتبي مواقف بسيطة بتلاقي نفسك فاكرة تفاصيل الايام بدقة غريبة. الكتابة بتربط بين التجربة والمشاعر، فبتلاقي الذكرى أوضح وأدفى. الفايدة السادسة، بتساعدك على تقدير الوقت. لما ترجعي تقري اللي كتبتيه بعد شهور بتشوفي قد ايه حياتك اتغيرت. بتتعلمي تحترمي كل يوم وتشوفي قيمته بدل ما يضيع وسط الروتين. مثلا لما تشوفي اللي كنتي كتبتيه وانت محبطة من حاجة وعديتيها، بتحسي انك اقوى مما كنت فاكرة. الفايدة السابعة، وهي بتقوي مهارات التواصل. الكتابة بتثقلك لغويا وتخليك تعبري عن نفسك بشكل أصدق. مع الوقت هتلاحظي انك بتتكلمي بالراحة اكتر، سواء في شغلك او في علاقاتك، زي لما تبقي قادرة تشرحي مشاعرك بهدوء بدل ما تتوتري. تامن فايدة معانا، وهي بتخليك تتعرفي على نفسك اكتر. المذكرات بتكشفلك انماطك، ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيخوفك، ايه اللي بيسعدك فعلا. زي لما تكتبي انا بحس بالسلام لما اكون لوحدي شوية. ده وعي بنفسك مش عزلة. الفايدة التاسعة، وهي بتخليك عندك قدرة علاجية ذاتية. لما تكتبي بعد يوم صعب بتحسي كأنك طلعتي الحمل من جواكي. مش لازم تحلي كل حاجة، احيانا الكتابة هي الحل. مجرد انك تحطي مشاعرك على الورق بيخليها اخف. اما بقى الفايدة العاشرة، فهي بتطلق طاقتك الابداعية. كلنا عندنا جانب مبدع بس بيحتاج مساحة يطلع فيها. لما تكتبي أفكار أو خواطر حتى لو عشوائية بتفتحي باب الإبداع اللي كان مقفول، زي إنك تكتبي فكرة مشروع أو تصميم أو حتى قصة حياتك. خلاصة الكلام، الكتابة مش رفاهية ولا مضيعة للوقت. دي طريقة حقيقية للعلاج، للوضوح والتطور. كل جملة بتكتبيها هي خطوة في طريقك نحو النسخة الأهدى والأوعى منك. وفي الفيديو الجاي هنكمل مع بعض رحلة الجورنالينج خطوة بخطوة، من أول صفحة لحد ما تحسي إن الكتابة بقت جزء منك. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في قناة بديفا، واكتبي لي في الكومنت ايه أكتر فايدة انت حسيتيها من العشرة اللي أنا قلتهم. أشوفكم الفيديو الجاي.